بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خواتاتي معايا في القناة، ان شاء الله تكون اموركم بخير وعلى خير. اليوم نحضر معكم واحد الكيك رائع اخواتي، كيجي سهل وسريع ولذيذ بزاف. ان شاء الله تجربوه اخواتي وينال اعجابكم. بواحد المكون رائع كنحصلوا على واحد الكيك رطب خفيف اسفنجي وبمقادير بسيطه بزاف. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم اخواتي وتجربوه. بسم الله على بركه الله. ندوزو للمقادير. عندي هنا جوج ديال المندرين اولا الليمون الصغير اولا المهم ليكم الاختيار، يمكن لكم ديروا حتى ليمونه وحده كبيره. غسلوها مزيان بالقشره ديالها وقطعوها على هذا الشكل اخواتي كما كتشوفوا، ما يكونش فيها العظومه ديالها هكا. هنا خديت هنا جوج صغار كما قلت لكم، غنزيد عليهم 3 البيضات وغنزيد عليهم كاس الا ربع ديال زيت نباتي نعبر بكاس العنبه، وغنزيد عليهم كاس الا ربع ديال السنيده. هاد القياس هذا كيجي مزيان في الحلاوه. وعندي قبصه ديال الملح، عندي 3 الخمارات ديال الحلوى، وعندي بالنسبه للطحين 2 كيسان ونص حتى 3 مغربلين مغربلهم هنا وضفتهم في هاد الزلافه هادي، ومن بعد غنعاود نغربلهم مره اخرى باش كنحصلوا على كيك كيجينا خفيف بزاف. ومن طبيعه الحال واحد المعلقه ديال الخل في الاخير باش كنحصلوا على واحد الكيك خفيف بزاف. غناخذ هنا يمكن لكم ديروا الخلاط الكهربائي اولا الكاس العصير اولا ديروا هذا المكسور كيجيني عملي اكثر. غنطحن هكا مزيان هكا كما كتشوفوا، نطحن هذا الليمون مزيان بدون اضافه الماء بالقشور ديالو حتى كيتطحن مزيان، حتى كنحصل على واحد نحصل على عصير خالي من الشوائب، يعني مطحون مزيان اخواتي كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. ما كتبقاش فيه القشره باينه حتى شي حاجه من داك الليمون ما نبقاو نلقاوه، يعني كيكون تطحن مزيان على هذا الشكل اخواتي كما كتشوفوا معايا. من بعد غنزيد عليه البيض وغنخدم هذا الكيك بالميكسور عادي، يعني ما تحتاجوش ديروا الطراب، اولا يمكن لكم في هذه المرحله تحيدوا الميكسور وتخدموا بالطراب اليدوي. هكا غنزيد السنيده وغنخلط هاد المكونات مزيان. هاد الكيك هذا بهاد الليمون كيجي رائع اخواتي، جربوه غينال الاعجاب ديالكم باذن الله. كنزيد قبصه الملح وكنطحن مزيان. بالنسبه لهاد المقادير انا درت نصف الكميه، يمكن لكم ديروا كاس ونص زيت وكاس ونص سنيده و6 البيضات وتضوبلوا المقادير كلهم اللي عطيتكم على 2 باش كتجيكم الكيكه عاليه بزاف وكبيره بزاف. انا درت نص المقادير، ما بغيتش الكيكه تجيني كبيره حيت عندي المول كبير بزاف كندير فيه المقادير مضوبله على هذه. من بعد غنضيف داك الزيت وغنطحن مزيان، نخلطهم مزيان على هذا الشكل اخواتي كما كتشوفوا هكا صافي. من بعد غناخذ داك الطحين غنعاود نغربلو للمره الثانيه. كما قلت لكم هذه المرحله ضروري في الكيك باش كيجينا كيك اسفنجي وخاوي بزاف وكيجي كيك ناجح باذن الله. من بعد غنزيد الخميره وغنغربلها حتى هي وغنخلط هاد المكونات كاملين يعني ديال الكيك ديال الطحين. غنزيد هنا معلقه ديال الخل الابيض اولا الخل العادي بحال غنخلط هاد المكونات مزيان كما كتشوفوا اخواتي على هاد الشكل. وهذا هو القياس اللي خصنا نحصلوا عليه في هذا الكيك هذا هو القياس ديال الطحين كما كتشوفوا معايا هكا. كنرسموا به دائره فوق العجين اولا فوق الخليط وما كتغبرش بالزربه هكا كما كتشوفوا معايا صافي. هنا خديت واحد المول، انا عندي هذا الشكل هذا، يمكن لكم تضيفوه في اي مول بغيتو. دهنته بالزيت ودردرته بالطحين تفادي انه يلتصق. هذا من نوع الجرانيت، يعني يمكن لكم تضيفوه في اي مول بغيتو. وكما قلت لكم هذا المول عندي كبير، انا يعني انا كندير فيه المقادير مضوبله ومره كندير النص على هذا الشكل كما كتشوفوا اخواتي. من بعد غنصبها في هذا المول هذا وغندخلها للفران، عاد كنشعلو بارد كنخليها واحد 45 دقيقه الفوق، عاد كنهبطها لتحت كتحمر. بعد ما كتخرج كنحصلوا على كيك هكا اخواتي رائع. ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. كيجي كيك اسفنجي ورائع ولذيذ وناجح بزاف. انا مزينته حتى بشي اضافه، يمكن لكم تزينوه لكم الاختيار، زينوا باي حاجه بغيتو، بكوب غبروا بسكر كلاصي خليوه هكا كتجي رائعه. هاد الكيكه هذه جربوها غتنال اعجابكم بمذاق كيجي فيها مذاق البرتقال او الليمون رائع. وتا اللون ديالها كما كتشوفوا اخواتي ها نتوما كيبان لكم كيفاش كتجي كيكه رائعه. جربوها غتنال اعجابكم اخواتي. ها نتوما تشوفوا معايا كيفاش الداخل ديال هذا كيبان لكم انه صفر، داك اللون ديال القشره اللي درنا
ديال الليمون كتخليها انها كتعطي هذا اللون هذا، وكتجي رائعه، كتجي معلكه لذيذه وما فيهاش بصفه نهائيه الريحه ديال البيض. وبهذا المذاق هذا ديال كما قلت لكم ديال البرتقال كتكون لذيذه بزاف. جربوها ان شاء الله تنال اعجابكم اخواتي. وما تنسونيش الا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه تفعلوا الجرس وتابونوا عندي باش يبقى يوصلكم الجديد باذن الله. وما تنسونيش من جيم اخواتي. خليتكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.